هذا أخ يقول: فضيلة الشيخ، أحيانا ينتشر بيننا رسائل ويقول انشر لتحصل على الأجر، وهذه الرسائل يكون فيها أدعية مثل الدعاء مكتوب على جناح جبريل، دعاء مكتوب على حيطان الجنة، وأحيانا يطبعها بعض الناس في أوراق ويطلبون منا أن ننشرها لنؤجر. ما رأيكم في مثل هذا؟ يعني أيها الأحبة الكرام، الأصل أن الإنسان لا يعني ينشر شيئا إلا وهو متيقن من ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك عدد من الأحاديث التي وضعت وكذبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس لها حقيقة، ووضعها أقوام ربما كانت نيتهم صالحة، يعني هو يريد أن يشجع الناس على هذا الدعاء، جمع دعاء معينا أراد أن يشجع الناس عليه، فقال هذا الدعاء مكتوب على حيطان الجنة، يلا ادعوا يا ناس. وهو حقيقة لم يكتب على حيطان الجنة، وهو لم يرى الجنة ولم يرى حيطانها حتى يعلم هل هو مكتوب عليها أم لا، ولا يمكن أن يعرف إلا من خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. أو يقول هذا مكتوب على جناح جبريل وما شابه ذلك. هذه الأدعية إن كانت موافقة لما جاء في الكتاب والسنة، يعني مثلا لو واحد مثلا جاء بدعاء قال لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء مكتوب على جناح جبريل فأكثر منه، تقول أنا أقبل الدعاء وأدعو به لأنه ثابت في القرآن. الله عز وجل أمر أن ندعو الله تعالى، ومنهم من يقول كما قال سبحانه في سورة البقرة: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهو دعاء ثابت أساسا في القرآن، لكن كوني أعتقد أن هذا الدعاء مكتوب على جناح جبريل عليه السلام، أو مكتوب على حيطان الجنة، أو على قوائم العرش أو ما شابه ذلك، هذا لا يجوز أن أعتقد هذا. أدعو بالدعاء إذا كان ثابتا في أحاديث صحيحة أو في آيات في كتاب الله، لكن لا أعتقد أن في حيطان الجنة أو في غيرها. لذلك أنا لا أرى حقيقة أن تنشر مثل هذه الرسائل، والإنسان ينبغي إذا جاءت إليه رسالة أن يتأكد منها. ومن ذلك أيضا ما جاء من الوصية المنسوبة إلى أحمد خادم الحجرة النبوية، وهو ليس له وجود وهو اسم مختلق، وهذه الوصية مكتوبة في ورقة نشرت مرارا. وسبحان الله يا جماعة، يعني أنا أذكر من 20 سنة رأيت هذه الورقة توزع في المسجد، ثم لما قرأتها فإذا سماحة شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز قد رد على هذه الورقة قبل 50 سنة، بمعنى أنها منشورة من زمان. هذه الورقة فيها أن أحمد هذا غلبه النوم وهو يحرس أو يخدم حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التي فيها قبره صلوات ربي وسلامه عليه، فاستيقظ من منامه ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، قال له يا أحمد إنه قد مات كذا وكذا من الناس على الكفر، وعلم الناس أن يشتغلوا بدعوة الناس إلى الله وتنبيههم وكذا، وأنك يعني بلغ الناس أن ينشروا هذا الكلام، فإذا نشرته أتاك خبر يسعدك وكسبت في تجارتك، وإذا ما نشرت سيأتيك كذا وكذا. أذكر يا جماعة من 20 سنة أني مزقتها وقلت لجماعتي وأنا أمزقها في المسجد، قلت يا جماعة ها أنا أمزقها ولن أنشرها. وهو يقول الذي يمزقها أو يتقاعس عن نشرها سوف يصيبه حادث ويصيب أولاده حادث. يا أخي ليش تلزم الناس بشيء لم تلزمهم به الشريعة؟ تلزمهم أن يغرموا أموالا لينشروا بدعة، وقد مزقتها مرارا، تأتي أحيانا في المسجد أو في المحاضرات، وكذلك تنشر الآن مع الأسف عبر رسائل الجوال يتناقلها الناس. لا يجوز أيها الأحبة أن يكون الإنسان ناشرا لمثل هذه البدع، بل إذا جاءه شيء من هذا يتأكد، يدخل الإنترنت، يسأل علماء، يتأكد هل هو ثابت أم غير